والحبابين يوصلوا وكل مرة نزور هذه الولايات نتوقف على بوتنسيال مختلف من المرات. المرة هذه حظيت أنا وزملائي الذين أصروا مصر على أن يكون مختلف واحد من الشباب أعضاء مجلس الشباب يسعون إقناع الولاية. زاروا هذه الولاية العريقة وزاروا هذه المنطقة التاريخية، منطقة المعادي. هذه المنطقة اللي وقفنا فيها على البعد التاريخي أخوية وجلسات عفوية مع مختلف الشرائح الدولية في هذه المنطقة. ربما استطعنا أنه نجمع بين الرمزية التاريخية لهذه المنطقة وبين الرمزية الحاضر اللي هو الترحاب نتاع شعبنا وشبابنا في هذه المنطقة. ربما هذه المرة أكثر من كل المرات اللي فاتت أنه خرجنا بمخرجات من خلال هذه اللقاءات تتبدل في أمرين اثنين. ملتقى سنقيمه في جامعة تيزي وزو سيتناول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالمقاولات ديال المؤسسات الناشئة، الجمعيات الطلابية، النوادي الطلابية إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ومنتدى شباب تيزي وزو وفعالية ثانية كذلك ستكون فعالية كبيرة بحول الله تعالى وقوته، ستضم أكثر من 300 إلى 400 شاب من تيزي وزو مختلف التخصصات من مختلف الشرائح. سيتم من خلاله نقاش مجموعة من المحاور ذات الاهتمام الشبابي بحول الله تعالى وقوته. لعل هذه الزيارة الثالثة أثمرت هذين الفعاليتين. نزورها مرة تفتح لك الشهية باش تزيد تزورها مرة واحدة أخرى. الله يرحم الشهداء، الله يرحم المجاهد الكبير اللي رانا في بلاده سي عبار رمضان، والله يرحم الشهداء تاع البلاد كامل وبارك الله فيك.